هنا بقى الفلفل الاحمر ده طبعا كنت غسلته وكنت سبته يتصفى خالص تماما. انا مش عايزه فيه اي نقطه ميه، لان اي نقطه ميه هتبوظلك اللي انتي عملتيه كله. اي حاجه هتفرزيها او هتسيبيها آه يعني تتخزن لازم تبقى ناشفه تماما تماما تماما، والا هتبوظ منك. يعني دي اساسيات التخزين في اي حاجه. يعني ما تخزنيش مثلا خضار وترجعي تقولي ايه ده باظ ومش زي الفريش ومش عارف ايه. ده يعني لازم تتبعي الخطوات صح علشان الحاجه تعيش معاكي، وعشان تطلعي منها احسن نتيجه. لان حرام انتي بتدفعي فلوس وبتعملي مجهود كمان، فحرام فلوسك ومجهودك دول يبقوا في الارض. بصوا هنا بقى معايا، طبعا الفلفل ده في تقطيعه كارثة 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 بكل المقاييس، لان طبعا بيسيب اثر في الايد وايدك ممكن تحمر وتورم وتلتهب وكده. فيا اما تلبسي جلافز وانتي شغالة بيه. انا واحدة من الناس ما بعرفش